بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده الأحداث الجارية وسخونة المنطقة، الشرق الأوسط كله، المنطقة العربية، الخليج العربي، الأحداث والأزمات اللي موجودة دي كلها. رجل الشارع العادي موجود ومتابع الأحداث وحاسس بدور مصر وثقل مصر وحاسس بالاحداث كلها. معانا النهارده واحد معظم رجل الشارع بقول لك بقوا يعني محللين استراتيجيين للاحداث. معانا دلوقتي الحاج احمد عبد الله، قاعد معايا بنشرب شاي على كافتيريا، وبعدين لقيته بيتكلم على الاحداث وعنده تحليل عميق للامور وفهم جيد للاحداث. صباح الخير يا حاج احمد. ايه رايك في الاحداث اللي حصلت ديت وبدايه الضربه الاسرائيليه لايران؟ هل اسرائيل ما توقعتش الرد ده؟ وهل ايه يعني عايزين تعليقك على الاحداث؟ لا، اسرائيل متوقعه من هدف واحد بس، امريكا. واثقه في امريكا ان هي تقف معاها، حتى لو هي وقعت امريكا هتقف معاها. والمشكله في حاجه واحده، اسرائيل مش هتاخد غلو من اي دوله ولا من ايران نفسها. ايران قدها وقدود، حتى لو هي اوضه وصالح قدها وقدود. وهي بتاع ايه؟ ما يجيبش 3 مليون اسرائيل. هي كل مره هي اللي بتوقع. المره دي نتنياهو مش عايز يسكت، حتى لو سكت امريكا مش هتسكت. عشان هل نتنياهو لما ضرب الضربه الاستباقيه لايران كان متوقع حجم الدمار اللي حصل في تل ابيب وفي حيفا وفي مستودعات النفط والحاجات دي ومحطات الكهرباء؟ دي مفاجاه. دي مفاجاه طبعا. ايران عملت مفاجاه استراتيجيه في الاحداث جامده. ضجه جامده قوي، ودي اللي هزت اسرائيل وامريكا نفسها. قالت انا هرد على ايران عشان اسرائيل. هي ردت فعلا ضربه جامده على ايران، وايران قالت هرد. هي ردت بس مش رد اللي هو يعني. ايران رد على مين؟ على امريكا، ضربات امريكا. هو خفيف. يعني خفيف. في حاجات سياسيه كده يا حاج احمد، ان هم يعني حاجه لحفظ ماء الوجه بقى. عايز ربنا يهدي كده. بس اتفضل. ربنا يهدي ويوقفوا الحرب اللي هي تيجي على خير. وانا الحمد لله مبسوط ان مصر واقفه مع الدول العربيه كلها. انا عايز اسالك سؤال على اداء الجيش المصري حالا في الوضع اللي احنا فيه. الجيش المصري وثقل الجيش المصري. الجيش المصري بخير ويفضل بخير على طول. وفضل ربنا وفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعليقك على اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحداث ديت يعني. هل وصلك يعني انت كراجل شارع عادي، هل وصلك الدور وحاسس بثقه من وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في المكان ده؟ انا واثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي 100%. تمام. هو راجل محترم قد الدنيا، وواقف مع بلده وواقف مع الدول كلها، وعايز يوقف الحرب دي باي طريقه. تمام. مش عايز حرب. وبيحافظ على شعبه، ومحافظ على الجيش والشرطه، ومحافظ على المؤسسات، ومأمن على حدوده، ومأمن على البلد بحل. والحمد لله، وربنا يخليه لنا يا رب. اللهم امين. انا بصراحه اتفاجئت انك انت عندك متابعه للاحداث انا بتابعها على طول. ده انا ما عنديش المتابعه بتاعتك دي. انا متابعها على طول. اي والله. وعندي استعداد اقعد من الشغل واتابعه. ما شاء الله. لانني مبسوط من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان ربنا بعته لنا سبب ان هو يقف من البلد، يقف على البلد والله ويوفق ما بين الدول وبعضها. الله يعني في الاخر يا حاج احمد ندعو بقى ربنا، يعني نقول اللهم اجعل هذا البلد امنا. اي والله، الامن والامان ده اهم حاجه. الحمد لله. شكرا لك يا حاج احمد، وانا سعيد جدا بلقائك، وان شاء الله دايما يبقى لنا لقاءات تانية وتعليق على الاحداث. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.